شباب اللي يعطيني جمله بالانجليزي يطلع البيت، واللي يعطيني جمله بالاسباني انطيه درجتين، واللي يعطيني جمله بالالماني انطيه 10 درجات على المعدل هسه فورا وما ارجع بكلامي. شو ساكتين ليش؟ معقوله ما عندكم جمله واحده بالانجليزي تعرفوها تكتبوها؟ هاي شنو؟ مستحيل. تشوفون طلاب؟ لا تشوفون دا اشوفه؟ لا. هاي شنو؟ العفو اخويا. بس خلي اكمل الجمله. هاي شنو؟ تفضل استاذ. انت شو اسمك؟ حسن. حسن. سؤال هسه شنو كتبت بالانجليزي؟ I have a friend. Yo tengo un amigo. Ich habe einen Freund. يعني تعرف 3 لغات؟ 4 لا تحسب العربي. ما شاء الله يعرف 4 لغات. اي نعم. يعني وشنو تشتغل؟ ليش تشتغل هذا الشغل اللي عد؟ والله انا خريج من جامعه هارفارد، عندي ماجستير بالكوجنيتيف ساينس، بس ماكو شغل فدا اشتغل بالبلديه لحد ما الله يفرجها. اريدك تحكي للطلاب بالانجليزي نصيحه لهم، ونصيحه بالالماني، ونصيحه بالاسباني. Okay, dear student, I hope you have very happy days, and all I want you to do is to learn a specific skills. بعد تريد بالإسباني. Amigos y amigas, yo te quiero muchos seguro y yo quiero te muchos seguramente. وبالالماني؟ Meine Freund, ich hoffe für alles das Beste. Und ich möchte sagen, dass meine Deutsch ist nicht besser als meine Almani oder Spani. طبعا المفروض كل الكليات بالعراق تصير مثله، كل الكليات الآداب والترجمة والإنجليزي والتربية الإنجليزي، كل الطلاب يصيرون بهاي القوة حتى يحصل يعني المفروض وظيفة، المفروض أنت أستاذ جامعي، المفروض أقول لك هاك الورقة وصير مكاني أنت، والمفروض تصفقوا له. تمام؟